اول كرة في النهائي من راموس اللي بيحط صاروخ براسه وبيشيلها الحارس ستيكلانبرج. النهائي مولع وهولندا بترد بتسديده سهله في ايد كاسياس من اللاعب ديرك كاوت. يرد تاني راموس اللي كان وقتها بيلعب باك رايت وعامل مباراه اسطوريه لحد دلوقتي. اسبانيا الافضل لحد دلوقتي، وديفيد فيا بيحط واحده على الطاير بس بتخرج بره. شنايدر بيحط صاروخ من بعيد بس الحاجات دي ما تجيش في كاسياس. بس المباراه على مستوى الالتحامات كانت مولعه، وفان بيرسي بياخد كارت اصفر. فان بومل بعدها بيخش يشيل انيستا من على الارض وبياخد انذار هو كمان. ولاعيبه هولندا تقريبا كانت بتخوفهم بالالتحامات بس الحكم كان مصحصح. بس راموس يقول لك ده شكلها حفله انذارات، ده انتوا جيتوا في ملعبي، وبرضه يخش ياخد انذار وسط المعجنه دي. الدبليو دبليو اي اشتغلت حرفيا، وديونج نسي ان هو بيلعب كوره وبيخش يعمل الفينش بتاعه في صدر تشابي الونسو وياخد كارت اصفر مع اني اشوف احمر. المباراه بترجع تاني وبيدرو بيحط تسديده على يمين ستيكلانبرج، كوره من نص الملعب وتشابي الونسو الجاحد عاوز يحط فاول من نص الملعب. وفي المكان المفضل لروبن بيحط كوره بس المره دي مش ار2، بيحطها في الدقيقه بس كاسياس موجود. وبيخلص شوط اول ناري وعنيف، وبيبدا شوط تاني امتع بكتير من الاول. ويول بيحط واحده براسه وبتعدي من راموس. وعلى طريقه الشوط الاول روبن بيحط واحده بنفس الستايل في الدقيقه وكاسياس يصد كره ثابته، وتشابي بيحط كره فوق العارضه والمباراه رايحه جايه. بس جون هيتينجا بيضيع اغرب فرصه في المباراه لحد دلوقتي، هدف كان هيخطف فيه اسبانيا. فان بيرسي بيحط كره بالراس بعدها بس بعيده، وهولندا الاخطر لحد ما يجي اشهر لقطه في تاريخ نهائي كاس العالم 2010، وروبن بيضيع انفراد لو اتكرر 100 مره مش هيضيعه بالسهوله دي. كاسياس بيتالق وبيصدها حرفيا بسن الجزمه. اسبانيا بتفوق وترد باول تسديده من راموس بس ستيكلانبرج بيصدها. بس ديفيد فيا هو كمان بيضيع كره ما تقلش حاجه عن كره روبن، كره ثابته وفيا بيحطها فوق العارضه. ديفيد فيا حرفيا فعل وضع الوحش وبيحط صاروخ بس جنب القائم بشويه. ونسخه ديفيد فيا 2010 كانت مرعبه، بس راموس بيضيع هدف مؤكد، كره راموس جاب اصعب منها 50 مره. بس روبن ما كانش فايق خالص في المباراه دي وبيضيع كره انفراد تاني. مباراه اكيد هي الذكرى الاسوأ لروبن في مسيرته. وبيخلص الشوط التاني ونروح للاشواط الاضافيه. ديفيد فيا بيضيع كره سهله قدام الجول وبيطلعها بره. بيرد ماتيسين بكره كانت هتخلص على اسبانيا بس بتروح بره. وبالمناسبه اللي بيقول لك ان روبن ضيع المباراه، اسبانيا برضو ضيعت كتير. وفابريجاس بيضيع انفراد صريح قدام الجول، الثانيه من انيستا، وبيضيع كره غريبه. انيستا ملك التمريرات مش عارف ليه ما بصهاش نفاس بيرجع تاني وبيحط تسديده شفناها في الجول بس بنلاقيها بره، واسبانيا حرفيا ركبت المباراه. فابريجاس بيرجع تاني وبيعدي وبيحط تسديده على يمين ستيكلانبرج، وجون هيتينجا بياخد كارت احمر وبيخرج بره. وتشافي بيقف للكره الثابته بس بيطلعها بره. شنايدر كان هيخطف الاسبان بجول بس بتيجي جنب القائم، بترد اسبانيا وفابريجاس بيعمل اسيست لانيستا. هدف